بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في سورة الإسراء. جميل أن نتحدث عن كتاب الله عز وجل في كل آن، والأجمل أن نتحدث عن كتاب الله عز وجل في شهر القرآن. الحديث عن القرآن في شهر القرآن حديث ممتع، حديث يحملنا المسؤولية جميعا، حديث يجعلنا نراجع علاقتنا بكتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قد وعد، ووعده حق، أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سؤال: إلى أي مدى استفاد الناس من هدي القرآن؟ صحيح. دعني أخي أحمد أبدأ بمقدمة سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يهدي، إذن هذا اعتراف من الجن. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله، هذا عالم الجن. استمع إلى كتاب الله العزيز يتلى وأقر بالهداية، أقر بأن هذا الكتاب يهدي إلى طريق الصحيح، إلى طريق الصواب، إلى طريق الرشد. ثم قال ولن نشرك بربنا أحدا. عزم آخر مكمل للاعتراف والإقرار، والإقرار سيد الأدلة. أقول نحن معاشر البشر، إلى أي مدى استفدنا من هدي القرآن الكريم؟ والله قد وعد، ووعده حق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم على 4 مستويات. المستوى الأول المستوى العقدي، المستوى الثاني المستوى التعبدي، المستوى الثالث المستوى التربوي الأخلاقي السلوكي، المستوى الرابع المستوى التشريعي التقنيني. نبدأ بالعقد. نبدأ بالعقل، واحدة واحدة. بالعقيدة. العقيدة هي الأساس يا أخي أحمد. إذا كان الإنسان لم يهتدي إلى العقيدة الصحيحة فهو ضائع تائه. صحيح. أليس كذلك؟ صحيح. يصبح حاله كحال التائهين عبر التاريخ، الذين فقدوا البوصلة وضاع الاتجاه أمامهم، فبددت أوقاتهم وضاعت جهودهم بعد لأي، ولكن بلا جد وبلا منفعة. حينما نقرأ لصاحب الطلاسم، يعني الشاعر إيليا أبو ماضي، يقول في قصيدة الطلاسم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد النفس في حياتي أم مقود، إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ أجاب قال: لست أدري. ضائع تائه. هذا حال الإنسان الذي لم يهتدي بهدي القرآن. ولكن الكتاب العزيز يهدي الناس ويهدي الخلق جميعا للتي هي أقوم في مجال العقيدة. صحيح. يعني إلى التوحيد. وربنا أكد ذلك في العديد من الآيات. أذكر على سبيل المثال مثلا في أواخر سورة البقرة، يعني بعد آية الكرسي. بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نتيجة في الآية نفسها. صحيح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يقر بوحدانية الله عز وجل ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا في سورة البقرة. ونجد أيضا في سورة الأنبياء على سبيل المثال في الآية 25 يقول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن إعلان أو بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الإخلاص
قل هو الله أحد. إذن والآيات كثيرة، والأحاديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5. فالركيزة الأولى في هذا الحديث لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الإسلام أو القرآن يهدي البشر للتي هي أقوم في هذا المجال المهم، وهو مجال الإيمان ومجال العقيدة. جميل. فرع. وطبعا غير المسلمين هم اللي حاصلين في هذه المشكلة. احنا كمسلمين الحمد لله نوحد الله عز وجل، ولكن بالضد تتبين الأشياء. الذين اشركوا بالله عز وجل هؤلاء على خطر عظيم، والكفار على خطر عظيم. المشركون عبدة النار وعبدة البقر وعبدة البشر وعبدة الكواكب وغيرهم من ألوان الشرك. المستوى الثاني هو المستوى التعبدي. إذن ربي الحمد لله القرآن أيضا يهدينا للتي هي أقوم في مجال العبادة. خاطر ممكن الإنسان يؤمن بالله حقيقة ولكن لا يعبد الله على حق. صحيح. لذلك ربنا عز وجل أرشدنا إلى العبادة الصحيحة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 110: ربي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معناه ربي يتكلم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، والناس كامل تسمع هذه الأيام حديث عن الصيام. صحيح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم إلى آخر الآيات. إذن وكذلك الحج. إذن القرآن يهدينا جميعا للتي هي أقوم في مجال العبادة. صحيح. المجال التعبدي. صحيح. وبالمناسبة عبادة الإنسان لرب الناس مقصد أساس من الخلق. لا يمكن أن ندرك سر وجودنا إلا بعبادة الله حق العبادة. لذلك ربنا عز وجل يقول في سورة الذاريات في الآية رقم 56 يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى آخر الآيات. المستوى الثالث هو المستوى التربوي الأخلاقي السلوكي. أيضا القرآن يقول ماشي غير واحد يامن بربي ويعبد ربي وبعدين يخلي كل شيء الأخلاق ضايعة. لا. صحيح. القرآن يضبط حركة الإنسان المسلم بجملة قواعد تربوية وأخلاقية. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مدحه الله بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تترى يؤكد لنا قيمة منظومة الأخلاق والمنظومة التربوية في حياة الإنسان. صحيح. إذن نجد آيات كثيرة تهدي الإنسان إلى الجانب الأخلاقي، سواء في العلاقات داخل الأسرة أو خارج الأسرة، داخل في المجتمع، في السوق، خارج السوق، في جميع مجالات الحياة. إذن هناك قيم تربوية ومبادئ أخلاقية مقررة في كتاب الله العزيز تضبط حركة الإنسان. أكتفي بهذه الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم. المستوى الأخير، المستوى الرابع، الجانب التشريعي التقنيني. نحتاج إلى تشريعات. بالمناسبة افتحوا قوسا: القرآن المدني من خصائصه أنه كان يشرع، خلافا للقرآن المكي يعني قبل الهجرة النبوية، الذي يؤكد على أصول الدين وعلى الجانب الأخلاقي التربوي وهكذا. لذلك نجد آيات كثيرة. مثلا كي نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 282 حيث يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى. وهي أكبر آية في القرآن، صفحة كاملة على اليسار، صفحة كاملة فيها توثيق الديون، فيها الإشهاد على الديون، فيها الرهن، فيها التجارة، العلاقة بين التجار وغيرها. وآية الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني آية الربا. وداخل الأسرة أنا أجد آيات كثيرة في سورة النساء، مثلا في سورة الروم الآية 21، في سورة النساء الآية 7 وما بعدها ما يتعلق بالفرائض والمواريث، ونجد الآية 176 كذلك. يعني آيات كثيرة تضبط حركة الإنسان في الجانب التشريعي، في الجانب التقنيني. إذن هاي المجالات يحتاجها الإنسان. من هنا نقول أن الدين قد اكتمل، كما في قوله تعالى في أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل في 4 مستويات: المستوى العقدي، المستوى التعبدي، والمستوى التربوي الأخلاقي، والمستوى التشريعي التقنيني. إذن القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإنسان هنا، الإنسان كل إنسان يختلف مع أناس آخرين. صحيح. يعني نجد بعض الناس يلتزمون بهذه القواعد المقررة، بهذه الهدايات في كتاب الله عز وجل،
إلى حد كبير، وهناك من يلتزم قليلا وبينهما وسط، وهكذا. والإنسان الآن يجتهد من أجل أن يرتقي إلى مستوى الهدي القرآني ليحظى بهذا الشرف، بهذه الرحمة المباركة.